السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عواشركم مباركة ورمضان كريم، اللهم اجعله فاتحة خير على الأمة الإسلامية جمعاء. الله يدخلوا علينا بالسلم والسلام والأمن والأمان يا رب، والله يعيننا على القيام والصيام وذكر وصالح الأعمال عفوا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم بإذن الله بغيت نشارككم طريقتي الخاصة في تقديم أو تحضير البحلوة، بقلاوة باللوز. كتجي معلكة، كتجي بنينة بزاف بالورقة نتاع الفيلو، كتجي رائعة. نتمنى تجربوا الوصفة ومرحبا بالتعليق ديالكم اللي دائما كيحفزوني وكيشجعوني. وكذلك فضلا وليس امرا نتمنى تبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وما تنساوش تدعموا لا فيديو بالضغط على زر الاعجاب. ومرحبا بكم في قناتي اللي هي قناه سميه الحجاجي. ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير ديال الوصفه ديالنا. كنبداو على بركه الله. عندي هنايا 500 غرام تاع اللوز، واللي عندها صفيحه كبر او صغار فكتعمل على قد الصفيحه نتاع الفرن ديالها. غادي نقيوه من الشوائب اولا القشور نتاع اللوز اللي تيكونوا فيه، كنوضعوه في لوبول وكنديروه تحت من الروبيني وكنغسلوه مزيان. علاش كنغسلوه؟ هاد الطريقه، هاد القضيه هذه ولا هاد السر هذا باش كيجينا اللوز ملي كنفسخوا القشره ديالو تيكون لوز نقي بيض، ما كيحتاجش يكون موسخ. هانتوما غتشوفوا معايا بعد ما غنفسخوه غادي نرجعوا بعد ما غنسقطروا من داك الماء، غنديروا في واحد لوبول غنخوي عليه الماء غليان بحال اللي كنعمروا به اتاي. غنخليه واحد 7 دقائق بيضمن رطاب وغنرجعوا ليه. بعد ما ارتاح اللوز نتاعنا او رطاب بواحد 7 تاع الدقائق، انا ما وضعتوش فوق النار، ما غليتوش، خليته غير ارتاح ورجعت ليه. شوفوا معايا الحبات نتاع اللوز كيف ما سبق لي وقلت لكم ملي كنغسلوهم كيكونوا عندنا بويض نقيين، ماشي بحال كما كنقبطوا اللوز كما هو وكنخويو عليه الماء غليان او لا كنسلقوه كيف كيسلقوا البعض، فالحبات كيكونوا موسخين وتيكونوا كحلين من الداخل. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نفسخ اللوز. عندي هنايا الزبده نوعيه جيده، ضروري تكون عندنا زبده نوعيه حيوانيه جيده الممتازه. غادي نوضعها فوق النار على العافيه اللي كتكون متوسطه، وغادي نخليها طيب مزيان حتى تبخر من الماء بشكل جيد وترجع عندنا بوغنوازات. هنا عندي اللوز اللي كملت ليه القشور نتاعو، التقشر نتاعو، غسلته بالماء صفيته مزيان حتى تقطر. كناخذ واحد المنيدل اللي كيكون نظيف وكنشفوه مزيان من داك الماء. شنو كتشوفوا معايا ضروري كنبقاو كنمسحوه هكذا حتى كينشف. انا عملت هنايا الفران ديالي من قبل كيسخن باش يكون الفران عندنا سخون. غادي نطيبوه في الفران غير واحد نص تطيبه، غير يتحمر ليا غير شويه، ماشي يتحمر بزاف. اللي ما بغاتش دير الفران كتاخذ غير واحد المقيله وكنستعملوه فوق النار هكذا، كديروا فوق النار كيتحمر مع التحريك المستمر حتى كياخذ نص طيبه، وكنطيبوه هكذاك فوق النار. انا غادي نطيبو في الفران مع المراقبه بطبيعه الحال، كل شويه خصني نبقى نجبدو باش نقلبو، ما نساوش عليه باش ما يتحرقش لينا. ها هو هذا اللوز نتاعنا بعد ما حمرناه نص تحميره. شوفوا معايا كيفاش كنحصلوا على اللون ديالو، كيكون هو هذا اللون، ما كنفوتوش ليه طيب بزاف حيت باقي غادي يطيب عندنا في الفران. وكنعرفوا ان الورقه نتاع الفيلو فهي رقيقه باش يجينا هو هذاك في الطياب. غادي ناخذ الاله، غادي نوضع فيها الكميه نتاع اللوز هكذا، وغادي نوضع مع واحد المعلقه كبيره نتاع السكر. ما نكثروش الحلاوه بزاف حيت غادي نسقيو البحلوه نتاعنا بالعسل. اللي كيبغي الحلاوه فهو كيضيف واحد معلقه ونص كبيره او هذا، تيبقى على حسب الذوق. صافي كنطحن اللوز وغادي نوضعو في قلب واحد لوبول. هانتوما غتشوفوا معايا اللوز كيفاش غادي يكون. اللوز ملي غنطحنوه ما نسحقوهش بزاف، كيكون هكذا مهرمش، كيبقى هكذا داك الحبيبات باش ملي كناكلوا البحلوه ديالنا كنحسوا بهذوك الحبيبات عندنا تيكونوا كروستيون وكيجيو معلكين في نفس الوقت، ما كنفوتوش ليه في الطحين بزاف. هكذا كنضربوا غير الضربه الاولى الثانيه هكا صافي، وكنزولوا يدينا على الاله وكنقلبوا. صافي كنكمل اللوز بنفس الطريقه اللي طحنتها. عندنا هنا شوفوا معايا كيفاش كيكون هكا، نتمنى يكون واضح مزيان. صافي غادي ندوزو للقوام اللي غادي نديرو معاه. غادي ندير معاه غير شويه ديال القرفه ما غاديش نكثروها بزاف، غير راس معلقه ديال القرفه، غير النسمه فقط. هانتوما شفتوا معايا. وغادي ندير واحد القريصه نتاع الملح، قريصه
باش تعطينا لتعديل الذوق، باش تعطينا الذوق هو هذاك، ما تكونش فيها البسوله. لتعديل الذوق كنديروا كريسه خفيفه، وغادي نضيف 2 معالق كبار من الزبده اللي طيبناها حتى حصلنا على بوغنوازيت. 2 معالق هكذا يكونوا كبارين مملوئين، ومعلقه كبيره نتاع ماء الزهر. كيف سبق لي قلت لكم كنديروا غير معلقه كبيره نتاع ماء الزهر، ما كنكثروش ماء الزهر، ما كنكثروش القرفه باش ما كيطغاوش لينا على المذاق نتاع اللوز. خصنا نحافظوا على النسمه نتاع اللوز هذوك فقط للنسمه باش كتجينا منسمه وكتجي زوينه. غادي نمزج العناصر بواحد لا سباتيل. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش غادي نحصلوا على العقده نتاع اللوز. اللي ما متوفرش عندها اللوز كنستعملوا الفول السوداني اولا كاوكاو كيف ما تنقولوا باللهجه المغربيه. فهو الفول السوداني او كاوكاو كيتخدموا بنفس الطريقه اللي خدمنا بها اللوز. كل واحد كيخدم باللي متوفر عنده، اللي كاين ما تنتقيدوش بواحد الحاجه اولا بواحد العنصر اللي هو هذا كيكون اولا واحد المكون. كل واحد كيدير اللي في الاستطاعه ديالو. غادي ناخذ لاباط ديال الفيلو. دائما الباط الفيلو نحاولوا نشوفوا اللي كتكون طريه، وعندنا الزبده بوغنوازيت اللي رجعنا بوغنوازيت اللي وجدنا مع بعضنا، وعندنا العقده نتاع اللوز اللي حضرنا كذلك. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد البحلوه نتاعنا. بالنسبه لورقه الفيلو كي قلت لكم دائما تنشوفوها تكون طريه، فهي متوفره في جميع المتاجر الكبرى اللي كاين عندنا في بلادنا الحمد لله، فهي متوفره بكثره حتى بيم راه هي دافيه. واحد النصيحه اللي غنقول لكم البنات المبتدئات، ان الورقه الفيلو خصنا نتعاملوا معها بلطف، ودائما كنوجدوا كيفسوا معايا واحد المنيدل يكون نظيف نتاع المطبخ اللي غادي نديروا فيه الورقه الفيلو. الورقه الفيلو الا بقات عريانه بلا غطا فهي كتبقى كتكسر وما كيصلحش مازال باش غادي نخدموا بها. كنصدقوا هي ضايعين فيها وصافي. دائما كنحلوهم بلطف لانها كتبقى تمزق، خصوصا الا كانت تقديمه. الحمد لله هذه جيت فيها بعدا طريه الحمد لله، حتى الورقات نتاعها ما عذبونيش، كانوا كيتفتحوا بكل سهوله. نتوما شفتوا معايا ملي كتكون بعض المرات قديمه فهي دي كيكونوا لاصقين، وكتبدا غير كتقيسيها كتبدا كلها كتمشي كتقطع. المهم هي كتبغي تتعامل بلطف، ومن الاحسن تشوفوها تكون جديده. صافي غادي نغطي عليها مزيان بالمنديل. الا بغيتيو تحافظوا عليها فهي خصكم دائما تغطيو عليها بالمنديل باش ما يضربهاش البرد. كي سبق لي وقلت لكم كنأكد عليها البنات المبتدئات بالخصوص. كناخذوا الصفيحه نتاع الفرن اللي غنطيبوا فيها البحلوه ديالنا، وغادي ندهنوها بهذيك الزبده اللي طيبناها حتى رجعت عندنا بوغنوازيت. الورقه نتاع الفيلو البنات ضروري كتبغي الزبده، ماشي بحال الورقه المغربيه نتاعنا. الورقه حنا كتبغي الزبده ولكن ماشي بنفس الكميه اللي كتبغي الفيلو. ورقه الفيلو كتبغي الزبده بواحد الشكل كبير. كندهنوا الورقات نتاع الفيلو ولا الباط الفيلو بالزبده اللي وجدنا مع بعضنا بوغنوازيت. كندهنوها مزيان بالشيطه حتى كتاخذ حقها من الزبده، كتلبس مزيان بهذيك الزبيده. وغادي نوضعوا في قلب منها الحشوه نتاع اللوز اللي وجدنا اولا العقده نتاع اللوز اللي وجدنا مع بعضنا. شوفوا معايا كنحاولوا ما كنوصلهمش الجنبات، حتى دوك الجنبات غير غادي نقطعوهم، غادي يكونوا عندنا فيهم دوك الزوائد اللي كنحيدوا. كنضغطوا عليها باليد مزيان حتى كتماسك مع بعضها. انا كنعتذر البنات لانه ما تصورش ليا لا فيديو اللي فاش وضعت فيه لاباط ديال الفيلو فوق من عقده اللوز. المهم حتى من قبل راه ما كانش تصور ليا. كنعتذر منكم. ملي كندهنوا الطاوه نتاعنا او صفيحه الفرن بالزبده كنوضعوا واحد 4 ولا 5 د الورقات ديال باط الفيلو. كنوضعوا الحشوه كيف شفتوا معايا نتاع اللوز، كنثبتوها مزيان حتى كتماسك. كنوضعوا كذلك من الفوق واحد 5 ولا 6 د الورقات نتاع الفيلو. كيف ما درنا لتحت درنا لتحت 7، كنديروا الفوق 7 باش كيجيونا متقادين صافي. وكنثبتوهم باليد نتاعنا مزيان. كناخذوا واحد السكين كنقطعوها هكذا مربعات اللي بغينا كيف ما واضح معكم في لا فيديو. انا ما تصورتش هذا المقطع هذا البنات، كنعتذر منكم، ولكن انا شرحت لكم بالتفصيل كما هو. وغادي ندخلوها الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجه مئويه، النار من الاعلى ومن الاسفل. بالنسبه اللي عندها الفرن نتاع الغاز فهي كتشعل عليها غير من الاسفل فقط، لان الورقه ديال الفيلو خفيفه وما تكونش النار مرتفعه. الا كانت النار مرتفعه فهي كيف كندخلوها غادي هي تشوط، ما غاديش طيب لكم الورقات من الداخل
وما غاديش تجي زوينه. لهذا النار تكون هي قليله من الاسفل حتى تحمر، عاد كتهبطوها لتحت. بالنسبه لي انا عندي الفرن الكهربائي فشعلته على 180 درجه مئويه، النار من الاعلى ومن الاسفل. ما كنعطلوهاش في الطياب بزاف لان هي خفيف دغيا، كنطيبو مع المراقبه حتى كيبان لينا اللون تاعها ذهبي الذهبات وخدات حقها من الطياب. كطيب لنا العقده ديال اللوز مزيان من الداخل، وكذلك الورقه نتاع الفيلو. ونعودوا نشوفوها. الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجه مئويه، النار من الاعلى ومن الاسفل. بالنسبه اللي عندها الفرن نتاع الغاز فهي كتشعل عليها غير من الاسفل فقط، لان الورقه ديال الفيلو خفيفه وما تكونش النار مرتفعه. الا كانت النار مرتفعه فهي كيف كندخلوها غادي هي تشوط، ما غاديش طيب لكم الورقات من الداخل وما غاديش تجي زوينه. لهذا النار تكون هي قليله من الاسفل حتى تحمر، عاد كتهبطوها لتحت. بالنسبه لي انا عندي الفرن الكهربائي فشعلته على 180 درجه مئويه، النار من الاعلى ومن الاسفل. ما كنعطلوهاش في الطياب بزاف لان هي خفيف دغيا، كنطيبو مع المراقبه حتى كيبان لينا اللون تاعها ذهبي الذهبات وخدات حقها من الطياب. كطيب لنا العقده ديال اللوز مزيان من الداخل، وكذلك الورقه نتاع الفيلو. ونعودوا نشوفوها. ها هي البحلوه تاعنا بعد ما خرجناها من الفران كتكون على هذا الشكل هذا، كتاخذ واحد اللوين ذهبي زويون، كتكون طيبه مزيان. شفتوا معايا حتى العقده ديال اللوز كتاخذ حقها من الطياب. بالنسبه لي انا غادي نسقيها بالعسل. كيف ما كنخرجوا البقلاوه ديالنا من الفران سخونه، ضروري في ديك البلاصه في الحين وفي الساعه كنسقيوها بالعسل يكون بارد، او لا كنسقيوها بالشربات، كل واحد على حسب الرغبه واللي متوفر. بالنسبه للشربات كنديروا كاس كبير نتاع السكر وجوج كيسان نتاع الماء، وكنعصروا فيهم شويه الحامض، وكنديروا فيها واحد جوج طرونشات هكذاك ديال الحامض، وكنخليوه يغلى ويعاود مزيان حتى كيبان لينا داك الشربات راه هي هذه عقادت. وكنخليوها حتى كتبرد كيف ما كندخلوها، اولا كنوجدوا الشربات هي الاولى قبل ما كنوجدوا البقلاوه ديالنا، وكانت تكون بردات تماما. مجرد ما كنخرجوها من الفران وهي دي سخونه كنسقيوها بالشربات. بالنسبه لي انا فضلت انني نسقيها بالعسل. هذه عسيله انا مصوباها على يديا، راه سبق لي وشاركت معكم الطريقه. شفتوا معايا كيكون عسل معلك وناجح وكيضرب حتى العام. والله العظيم البنات حتى كيدوز معايا العام وما كيخسر ما كيتحجر ما والو، كيبقى كما هو. نتمنى تبقوا تدخلوا لا فيديو وتشوفوا الطريقه ديالو، والعسل ناجح 100%. المهم انا كنفضلها بالعسل، فسقيتها بالعسل. كيبقى كل واحد واللي بغى، وخصنا نسقيوها مزيان حتى كتشرب. شفتوا معايا انا كنسقيها وهي كتشرب باش كتاخذ حقها من العسل مزيان وكتجينا معسله مزيان. واحد النصيحه البنات، الا وجدناها الصباح كنخليوها حتى الليل عاد باش كنحيدوهم هكذا وكنديرهم في كويعطاس ديال التقديم، اولا الا وجدناهم في العشيه كنخليوها حتى تبات، ما كنحيدوهاش من الطاوه في الحين. بعد ما كتبرد البقلاوه تاعنا كنحيدو داك الزوائد وكنزينوها باللي توفر عندنا بالفستق اولا اللوز كونكاسي اولا كاوكاو كونكاسي، اي حاجه عفوا توفرات عندنا فهي كنزينو بها وكنخليوها حتى كتبرد تماما. الا زولنا وهي سخونه فهي كتفتت. انا راه داز واحد الفيرات من حدايا شوفوا معايا انا كنقطعهم يا داك يذوقوا بصحه وراحه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه نتاعنا هذه هي البقلاوه نتاعنا، وهذا هو الشكل النهائي ديالها، وهو شركم مبروكه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه قادمه. ومره ثانيه رمضان كريم وهو شركم مباركه مسعوده، ونتمنى لكم الصحه والهنا يا رب.